بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بحب اوجه رساله للناس اللي عماله تنتقد محمد الشناوي بعد ما غاب عن المنافسه 3 4 شهور بعد اصابته مع المنتخب، والناس طالعين ينتقدوه ويقول لك ما يصلحش حارق لمنتخب مصر، وكمان يقولوا مصطفى شوبير اللي يلعب النهائي وهو ما يلعبش. انتوا مين انتوا؟ محمد الشناوي حارس رقم واحد في افريقيا، اوعى تنسى. محمد الشناوي رقم واحد في مصر وفي افريقيا. دي كلام الهجاصين. تعرف ايه عن تاريخ محمد الشناوي على مدار السنين اللي فاتت؟ تعرف تاريخه ايه يا هجاص؟ افريقيا واخدها على مدار السنين، ما كانش على سنه واحده، مدار السنين. افريقيا، سوبر افريقيا، سوبر مصري، كاس مصر، دوري مصري، على مدار السنين. ومفيش نادي بطل من غير حارس بطل. يعني مفيش نادي فريق بطل من غير حارس بطل، وهو فعلا محمد الشناوي كان البطل. البطولات اللي خدها دي كلها عبر تاريخه مع الاهلي جاي تنتقده النهارده يا هجاص؟ انت مالك انت ومال الشناوي يلعب نهائي افريقيا ولا يتضم المنتخب؟ احنا عندنا مصطفى شوبير فورمه عاليه وحارس ممتاز جدا ومستقبل للاهلي، بس لسه ما عملش اللي الشناوي عمله. لسه ما عملش اللي الشناوي عمله. يا مشيدنا بالشناوي بدنا نسقف له، واحسن حارس في افريقيا، واحسن حارس في مصر وفي المنطقه كلها. جاي تنتقده النهارده؟ هتقول لي عمل ايه مع المنتخب؟ عصام الحضري خد بطولات مع المنتخب. هقول لك تعالى يا حبيبي، جيل حسن شحاته مش زي جيل الايام دي. تقول لي حسام الحضري خد بطولات، ما هو ومحمد الشناوي ما خدش بطولات مع المنتخب. ما على جيل حسن شحاته يا غريمي مش زي جيل النهارده. انت هتجيب وائل جمعه، وهتجيب ابو تريكه، وعمرو زكي، وبركات، وزدان، محمد شوقي، والجيل العملاق ده زي جيل الايام اللي فاتت؟ هقول لك ده انت كده هجاص فعلا. محمد شوقي يجيب لك بطولات منين؟ إيه؟ لما معاه فرقه عيانه. ده منتخب مصر من كام سنه بيطلع من دور ال 16، من دور ال 16، رغم الشناوي كان متالق مع المنتخب، بس للاسف ما كانش في ناس شايلاه، ما كانش ناس بتشيله. حظه بقى مع المنتخب. تقول لي عصام الحضري كان ده حاجه وده حاجه. طب انتوا ما بتنتقدوش محمد صلاح ليه؟ اللي هو احسن لاعب في العالم، فين البطولات اللي جابها؟ جاي تقارني بجيل حسن شحاته زي عمر جرجير، اسمه عمر جابر، عمر جرجير، وجاي تقارن علي جابر ومحمد صلاح بشكل السكينه وشويه الهكس دول، وتقارنهم بجيل حسن شحاته وتقول لي ما خدش بطولات ليه؟ ما ياخد من ايه؟ محمد الشناوي مع الاهلي شيء، ومع المنتخب مع اني مش مقصر مع المنتخب، بس للاسف لعيبه المنتخب اللي بتاثر، لعيبه المنتخب اللي بتاثر. وعشان احب اعرفك، لما حسام حسن مسك المنتخب الفتره الاخيره دي اللي مسكها يوم ماتش كرواتيا، عشان احب اعرفك بس اللي مفيش حراس في مصر غير محمد الشناوي. محمد الشناوي لما اتصاب وابو جبل وعواد شاركوا مع المنتخب في ماتش كرواتيا، ابو جبل محمد الشناوي لما غاب كشف حراسه المرمى بتاعت المنتخب، كشفها، لان ابو جبل يومها كانت بالشاط عليه بالكره من نص الملعب تيجي جول، بالشاط عليه من اي حته تيجي جول. لو شاط عليه برميل خرا من نص الملعب هيجي جول. يليه عواد اللي كان لسه امبارح بيلعب مع الزمالك، كره شاطت عليه مسك العرض وساب الكوره. جاي تتكلم عن احمد الشناوي؟ انت مين انت عشان تتكلم عن احمد الشناوي؟ وبعدين ما فيش حراس عندنا اصلا في مصر غير بتوع الاهلي. مصطفى شوبير مستقبل وحارس متالق. وبعد من مصطفى شوبير يعني الاول محمد الشناوي رقم واحد، ما تنساش محمد الشناوي قلنا رقم واحد.
لان لسه شوبير ما عملش اللي محمد الشناوي عمله. ايوه متالق، بس لسه ما عملش اللي هو عمله. ده بطولات كتير دخلت الاهلي محمد الشناوي. لسه مصطفى شوبير لسه اول بطوله ومتالق، ويليه حمزه علاء نجم المنتخب الاولمبي. يعني ان كنت تبص على الحراس اللي في مصر تلاقي الثلاثه دول هم اللي موجودين في مصر، هم دول الحراس اللي هي على حق. تيجي تنتقد لي محمد الشناوي؟ انت مين انت؟ انت هجاص. تعرف ايه عن تاريخ محمد الشناوي؟ ولا هو كلامه خلاص؟ بلاش انتقادات يا هجاصين. تصبحوا على خير.